قصيدة فكاهية بعنوان 2 كيلو رز. مررت بسوق عبس في المساء أطيل البحث عن خير الغذاء، هو الأرز الذي قد صار فينا كواحد من عيالي أو دوائي، فلم أره أمام البائعات ولا في ركن حانوت الوفاء. وقال البائع المغرور هيا لدي الرز لكن بازدرائي، أبيع الكيلو ب20 يابا ومش للكل، ده للأصفياء. وإني قد رأيتك ذا صلاح وشكلك من فحول الشعراء، فقلت له هات 2 يا عم كفاك الله شر الأغبياء. فعبالي بكيس ذاب عشقا ورق نعومة مثل الضياء، فسرت ومسه حجر غليظ فخر الرز في ساح الفضاء. وقد ناديت رفقا بي فإني قليل الحظ لم يسمع ندائي، وجاء الناس وازدحم الطريق وقالوا يا سليل الأغنياء، تبعثر قوت أولاد جياع وتلعب في الشوارع بالغذاء. وقد لمته إحداهن حبا تغير لونه بعد النقاء، وصاحت قد وجدت اليوم رزا عسى لحم يجيء بلا عناء. ولو حبة فاصوليا أو طماطم وسارت من أمامي في حيائي، وعدت كأنني العطشان فيها ولم يسقى برغم ورود مائي. شعر عبد الحكيم قنديل.